واحد الطرطاب وتنشدو هما الكارطابات وتدخل كل مره فين جاي واحد تنقول هذا جاي من المحكمه، هذا جاي من هنا، هذا جاي من هنا، هذا جاي من هنا. سمعتي استعرفها من الدار بعتها باش نفك عليها المشاكل، وفكيت المشاكل اللي فاتت وغرقت المشاكل هي جايه دابا. معنى اشنو؟ اسمح لي اسمح لي اسمح لي معنى اشنو؟ دابا الاشكال فين كاين؟ الاشكال كاين فينا حنا اللي موجودين، حنا ما كاينينش، ما نحكوش على راسنا. المغرب هو القهوة والمطعم. باش تكون هذه الفكرة وحده الاقتصادي في المغرب هو المطعم. اللي صراحة كيبغى في المنتجات والأثمنة بقات هي الضرائب كما تتعرفوا لا سينيسيس حنا ما عارفين حتى شي حاجة. التنزيل ديال صاحب جلالة الملك نصره الله من ناحية الضمان الاجتماعي حنا تنديروه باغي خدامين عليه، ولكن بالنسبة لنا في بني ملال أرضية غير صالحة كما تتعرفوا، قلة مصانع، قلة المشاريع، تيبقاو المقاهي هما الملتجأ ديال الخدامة. وباش غادي تولي عندك واحد الخدامة بزاف داخل واحد القطاع اللي نتوما اللي اصلا ما تيشغلش وما تينتجش، فمن الصعيب باش غادي نلقاو حلول. لهذا تنتمناو باننا نكونوا واحد الطرف كاعضاء مكتب وطني في الحوار ديال الجمعيه ديال لا سينيسيس مع الولايه باش نلقاو صيغه توافقيه باش هذا القطاع يمشي لقدام. لان الكثير كما تعرفوا انتم بان كثير من المستثمرين هنا في بني ملال هما مستثمرين من جاليه ايطاليا، من الجاليه الفرنسيه والاسبانيه، وزيد على مستثمرين مغاربه، ولكن الاكثريه منها ولاو تيخدموا باش يرجعوا صافي، ما بقاش عندهم واحد كما تنقول واحد الربح، ولا عندهم ديون اكثر من الربح. اذا هذا ولا تيشوف بانه يبيع الاملاك ديالو ويرجع، وهذا راه خطر علينا، وخطر على المشاريع ديالنا، وخطر حتى على الاستقرار الامني ديالنا. لاننا علاش غنقلبوا على هاد الناس باش يبقاو هذيك الاستثمارات المدخول كما تعرفوا انتم الجاليه ايطاليا باش تدخل واحد كيما راكم عارفين كيفاش تخدم. هاد الجاليه خصنا نستغلوها كيفاش غادي نخدموا معها برابح كما تيقول سيدنا نصره الله، ديما ان الامور تكون فيها رابح. نتمنوا بان جميع المكونات ديال الوزارات توقف مع هذا القطاع اللي صراحه ولا في الحرب. اذا سديتوا المحلات هما غيديروا يديهم بجوج معكم. حنا بغينا حل توافقي كما قلتوا، حيت العمال كيطالبوا سميتو بالسنين. الحل الا كان انا عارفين بلي عندنا الوزراء، حنا الوزراء تا طرف منا، وما يمكنش انه يكون منقوى الا ما كاينش الاجير، وما يمكنش يكون الاجير الا ما كاينش منقوى. هي بالنسبه لكم كنقابه اللي كتناضل من اجل الحقوق ديال الاجير، كيفاش كتصور منتخب جديد للمكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للارباب والمطاعم. اليوم كانت انتخاب ديال رئيس ديال المكتب. الحمد لله ان حظينا بالثقه ديال المهنيين، وتجددت الثقه من بعد الغياب ديال واحد سنتين اللي خرجت من الكتابه الاقليميه اللي ما كنتش تنطرقسها. والحمد لله ان الثقه عاود تجددات ودازت في واحد الظروف اللي هي ظروف نازهه، وانتخابات بالتصويت السري واللي تم كلشي الحمد لله امام اعين ديال المهنيين، وكذلك امام الاعين ديالكم كاعلاميين اللي شاهدتوا هذه المحطه اللي هي محطه جديده ومحطه انتقاليه. ونتمناو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير لهذا البلد ولهذا القطاع، ونتمناو ان ما يخيبش الظن ديال المهنيين اللي وضعوا فينا الثقه ديالهم من جديد، اننا نناضلوا من جديد وندافعوا عليهم ثاني من جديد. وهذا هو المضمون فينا احنا، هو اننا ندافعوا، لان الثقه المهنيين راه ماشي سهله، وملي كتسنى فيك واحد 300 تمقها في بني ملال كامله باش تناضل عليها، وكذلك ما بالك بالاقليم وما بالك بالجهه. والحمد لله غادي نكونوا عند حسن الظن المهنيين، وكيف ما غادي نخبروا الاخوان ديالنا المهنيين اننا
كيف ما تيعرفونا من قبل وكيف ما توعدوا علينا من قبل، راه هما وغادي نبقاو ان شاء الله من اجل نرجعوا ولو جزء من الحقوق ديال هذا القطاع، ونرفعوا عليه شويه ديال التعسفات وشويه ديال القمع والحقره اللي تيتعرض لها. والسلام عليكم.